السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فضلا وليس أمرا اشتركوا في القناة ليصلكم كل جديد إن شاء الله. قدمت الاتحادية المغربية للجهات المعنية بقطاع الثروة الحيوانية إيضاحات ردا على الأنباء المتداولة أن سعر الأغنام المستوردة لا يتجاوز 700 درهم. وأوضح الاتحاد في بيان صحفي أنه يتابع بقلق بالغ التصريحات التي تستهدف مستوردي الأغنام المعدة لعيد الأضحى، مؤكدا أن قيمة هذه الأغنام لا يتجاوز 700 درهم، وأن المستورد يبيعها مقابل 2700 درهم، بالإضافة إلى ذلك 500 درهم التي حددتها الحكومة كدعم لخفض ثمن الأضحيات على المواطن. وأكد الاتحاد أن ما يتم تداوله ليس سوى ادعاءات لا أساس لها، مشيرا إلى أن سعر الأغنام المسموح لاستيرادها في الدول الأوروبية يصل إلى 57 درهم للكيلوغرام الواحد، وبالتالي فإن سعر الشاة تزن 50 كيلوغرام يصل ثمنها إلى 2850 درهم وليس 700 درهم كما ورد في مجموعة من البيانات. وفي السياق ذاته أكد الاتحاد أن هدف المجموعة من المستوردين الذين شاركوا هذه العملية هو نجاح المبادرة الحكومية لتوفير عدد كافي من الأضاحي، وليس البحث عن الكسب المادي أو الاستغلال من الأزمة الحالية. وفي ختام بيانه دعا الاتحاد المغربي للفاعلين في قطاع الثروات الحيوانية إلى تجنب الإشاعات والأخبار الكيدية، موضحا أن هذه القضية قد تسبب توترا بين المستوردين والمواطنين. ويجدر بالإشارة إلى أن الحكومة أعلنت تخصيص دعم مالي للمستوردين يقدر بنحو 500 درهم لكل رأس من الماشية لضمان استقرار أسعار الأغنام ومرور عيد الأضحى في ظروف جيدة، وإعفائهم من رسوم الاستيراد وضريبة القيم المضافة.